سويسرا مصرية، عندي سؤال: ازاي استأجر شقة لو جيت لي منحة دراسية في اوروبا وبالاخص النرويج؟ سلام عليكم. السؤال ده بقى بيتردد عليا كتير قوي. بنات كتير عاوزة تسافر من مصر لاوروبا لوحدها وتستأجر شقة. اول حاجة من ناحية المصاريف، هتعرفي تأجري شقة لوحدك وتقعدي فيها لوحدك ايجارها 600 جنيه 600 يورو، واكل وشرب وفواتير هتلاقي نفسك داخلك في 700 800 جنيه، لان انت ما ينفعش تسكني مع 4 5 شباب. تاني حاجة، انت ازاي هتمشي في وحدك في بلد اوروبيه بيبقى فيها ناس مساطيل وبيبقى فيها عادات غير عاداتنا، وممكن تعجب واحد يكون مسطول ولا حاجه يضربك ولا يعمل فيك حاجه؟ انا بكلمك كاخت والله. يعني انت اهلك ازاي هيامنوا ان هم يسفروكي لبلد اوروبيه لوحدك؟ يعني سيبك من المصاريف اللي انت هتصرف لك 800 يورو 800 يورو عن 40000 جنيه مصري في الشهر، غير المواصلات غير الحاجات دي، عشان انت هتستاجري شقه لوحدك. فنصيحه من اخ لاي بنت عاوزه تسافر: بلاش تسافر لوحدك الا مع عيلتك.